صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. من المحتمل أو في الغالب أن يكون غدا العيد إن شاء الله، فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد فمن صلى العيد يومئذ لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، يعني له رخصة في ترك صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، لحديث عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير وعبد الله بن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، يعني كل واحد صلى وحده منفرد ظهرا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. وقوله أصاب السنة أي أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، العيد الأضحى أو الفطر وعيد الجمعة، لأن الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين. إن هذا اليوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. يعني من أراد أن يصلي الجمعة فلا بأس فلينتظر، ومن أراد أن يرجع ويعود إلى بيته فيصلي ظهرا فقد أذنت له. وهذه رخصة من الله عز وجل، ولكن الأفضل طبعا صلاة الجمعة، ولكن أقول من باب بيان الرخصة، من أراد أن يكتفي بالعيد ولا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا فهذا لا حرج عليه. أما الإمام فيستحب له أن يقيم الجمعة ويصلي الجمعة، لأنه أكيد في ناس هتصلي، فمن يصلي بهم؟ الإمام. فالإمام الأفضل له أن يصلي الجمعة بمن أراد. للعيد إخوة الإيمان والإسلام أحكام هناخدها كده باختصار مع بعض إن شاء الله من الفقه المصفى. العيد في الإسلام هو عيد الفطر وعيد الأضحى، فيش أعياد أخرى في الإسلام. أي أعياد أخرى تذكر ويقال عنها عيد فهي بدعة، ليست من السنة في شيء. العيد في الإسلام عيد سنوي، عيد الفطر والأضحى، والعيد الأسبوعي هو عيد الجمعة، وذلك بدليل. ففي حديث أنس الذي رواه مسلم قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، لهم أهل المدينة يعني لهم يومين بيلعبوا فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، متعودين كل سنة متخذينهم عيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وصلاة العيد حكمها في خلاف بين أهل العلم، بين السنة والفرض الكفاية وفرض العين. الذي يظهر الله أعلم أنها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حتى وإن كانت غير ظاهرة فتشهد الصلاة وإن لم تصلي، لقوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة العيد ولم يتركها أبدا، وكذلك خلفاؤه من بعده والمسلمون، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. إذن فهذا إجماع. حتى قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. يعني حتى المرأة الحائض تشهد الصلاة بس تعتزل الصلاة، ما تصليش، لكن تشهد الاجتماع للصلاة وتشهد الدعاء. وكذلك من دلائل فرضيتها أن الجمعة رخصة في تركها إذا اجتمعت مع العيد، لم يرخص في ترك العيد، إنما الرخصة في ترك الجمعة. هذا يدل على أن هذا صلاة العيد من فرائض العين.
والله أعلم. وتصح صلاة العيد أي وقتها يكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، يعني من وقت ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، يعني إلى قبل صلاة الظهر بنصف ساعة مثلا. هذا الوقت ده كله موسع لصلاة العيد. ولا تشرع قبل ارتفاع الشمس لحديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. خلي بالك من الحديث ده، حديث عقبة بن عامر، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. إيه اللي منهي عنهم في ال3 ساعات دول؟ 2: منهي عنهم الصلاة، ومنهي دفن الموتى في هذا الوقت. إيه هم ال3 ساعات دول؟ قال: حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع، أو تطلع الشمس في الصبح حتى ترتفع قدر الرمح، أو مقدر حاليا بثلث ساعة مثلا. وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو قبل صلاة الظهر بنصف ساعة إلى صلاة الظهر. وحين تتضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب. دول 3 ساعات لا يجوز فيهم الصلاة ولا يجوز فيهم دفن الموتى. أنا ذكرت الحديث بالكامل تفصيلا ليعلم خطأ الذين بيخرجوا بصلاة الجنازة في البلد قبل المغرب بساعة فيصلوا هناك في وقت المحرم الدفن فيه. انتبهوا للنقطة دي كويس. كثير من الجنائز تخرج من البلد قبل صلاة المغرب مثلا بساعة، يصلوا إلى الجبل مثلا في وقت الدفن يكون الوقت المنهي عنه، لا يجوز فيه الدفن، يحرم. فإما تخرج بدري مقدم بعد صلاة العصر مثلا، أو تؤجل لبعد المغرب، وإن كان بعد غروب الشمس الدفن مكروه كراهة إلا أنه يجوز للضرورة. أما قبل غروب الشمس في وقت ما هذا يحرم، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. يستحب الخروج لصلاة العيد مبكرا، إلى الإمام يستحب له أن يتأخر. التأكيد في التبكير في صلاة العيد بالذات، في صلاة العيد تحديدا، مؤكد أنه الإمام يعجل صلاة العيد حتى يفرغ للأضحية. أما في صلاة الفطر يستحب التأخير حتى يتمكن الناس من إخراج الزكاة. الوقت الأصلي ليها أهو، وده فيه رد على الذين عايزين مصرين وعايزين يطلعوا زكاة الفطر نقود. الفقير هينتفع بالنقود في الوقت ده؟ ولا حاجة. فصلاة الفطر يستحب تأخيرها ليتمكن الناس من إخراج زكاة فطرهم. السنة أن تؤدى صلاة العيد جماعة، ما تؤداش فرادى، وهذا إجماع. وكذلك السنة أن تؤدى صلاة العيد في الخلاء، في الساحات، مش في المساجد. تؤدى في الخلاء وليس في المساجد إلا لضرورة كمطر وما أشبه ذلك. إذا كان في مطر نصلي في الخلاء؟ لا، صلي في المسجد. البرد قارس وشديد، نصلي في الخلاء؟ صلي في المسجد. في غير ذلك صلاة العيد السنة أن تؤدى في الخلاء أو في الساحات. عشان كده إن شاء الله غدا الجمعة صلاة العيد إن شاء الله هنا مش هتكون في الساحة إن شاء الله على المرة. الحاضر يعلم الغائب. صلاة العيد إن شاء الله في الساحة، وهذه هي السنة. فالسنة أن تؤدى صلاة العيد في الساحة وليس في المسجد إلا من عذر. حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ورواه البخاري ومسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. يبقى في صلاة يوم الفطر والأضحى كان يخرج إلى المصلى مش في المساجد. وصلاة الجنائز برضه السنة تؤدى في الصلاة في المصلى كذلك مش في المساجد، مع جوازها في المساجد، بخلاف صلاة العيد لا تجوز في المسجد إلا لضرورة. لكن لو شق عليهم الخروج لعذر كمطر أو غيره كما قلت تصلى في المسجد. أما أهل مكة
فالسنة تصلى في المسجد الحرام، إنه فيش مكان أفضل إطلاقا من المسجد الحرام. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم النبي كان يسيب مسجد الرسول مسجده ويصلي العيد في الخلاء، أما مكة لا، تصلى في مكة في المسجد الحرام. يستحب قبل الخروج للعيد أمور سنقولها باختصار فانتبهوا. من مستحبات صلاة العيد إيه اللي ينبغي عليك تفعله؟ يستحب أن يغتسل الإنسان قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، زي غسل الجمعة، لأن الجمعة يستحب أن يغتسل المرء مع الخلاف في الحكم يعني، لأنه قيل أنه اغتسال يوم الجمعة قيل عنه واجب وقيل أنه سنة مؤكدة، والذي يظهر عندي والله أعلم أنه سنة مؤكدة. أما صلاة العيد فهو الاغتسال قبل الخروج مستحب ليس بواجب، أو ما فيش خلاف في الكلام ده يعني، فهو مستحب لأنه من باب الاجتماع على الأقل والتطيب وما أشبه ذلك. يستحب كذلك وورد استحباب الاغتسال في يوم العيد عن علي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، أن يتجمل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، هذا من باب الاستحباب. في حديث ابن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، ابتع يعني اشتري، هذه تجمل بها للعيد والوفود. هذا في حق الرجال. طب والنساء؟ احنا قلنا يخرج لصلاة العيد، حتى المرأة الحائض تخرج ولكن لا تصلي وتشهد دعوة المسلمين، ولكن النساء لا تتطيب، لأن أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فيشم الناس ريحها فهي زانية، لا يجوز للمرأة أن تتطيب عند الخروج إطلاقا. وذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. الشاهد في قوله وليخرجن أي عند الخروج من البيت يخرجن تفلات يعني غير متطيبات. ما ينفعش امرأة تحط طيب أو عطر وهي طالعة من بيتها، وإن الله وإن إليه راجعون في اللي بيحصل دلوقتي. يستحب للمسلم في صلاة العيد في الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، تمرات مثلا وتر، فإذا لم يوجد يأكل أي شيء. أما في الأضحى فيستحب أن لا يأكل حتى يرجع من الصلاة. عن أنس رضي الله عنه والحديث في البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي حديث بريدة عند الترمذي وغيره: لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. المستحب في صلاة العيد أن يأكل المسلم قبل أن يخرج للصلاة. يستحب للمسلمين جميعا أن يجهروا بالتكبير في العيدين من حين خروجهم إلى المصلى. قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. الحديث طبعا مرسل وله شواهد يتقوى بها. فإذا صلى العيد الفطر قطع التكبير، أما في الأضحى التكبير طبعا بيستمر أيام التشريق، فيستحب التكبير جهرا، أنت وماشي، أنت في البيت، أنت في الطريق، إلى أن تصل للمصلى، ويستمر التكبير بصوت مرتفع حتى الصلاة. هذا من المستحبات. أن يخرج إلى المصلي ماشيا إن أمكن، ولا يركب إلا إذا احتاج. لو المكان المصلى بعيد ويشق عليه يركب ما فيش مانع، لكن قريب يستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. ويقويه أيضا عموم قوله: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. يعني الحديث لو في ضعف وهذا يقويه. والخروج إلى مصلى العيد هذا من الخروج في سبيل الله. أن يذهب إلى المصلي من طريق ويعود من طريق آخر إن وجد، هذا من المستحبات. يعني وقال العلماء في ذلك من باب إظهار شعيرة الإسلام، من باب أن يلتقي بعدد أكثر من المسلمين يلتقي بهم فيهنئ بعضهم بعضا، وقيل يعني لحكم غير ذلك. المهم أنه يستحب أن يخرج إلى الصلاة من طريق ويعود من طريق إن وجدت، وإذا لم يوجد طريق آخر يصنع طريق بنفسه يرجع من نفس الطريق.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية. لما تدخل المسجد حتى تنتظر صلاة العيد، الواجب عليك الصلاة فيه أنك تصلي تحية المسجد فقط، لأن تحية المسجد تؤدى في أي وقت حتى في وقت النهي. أما صلاة العيد لها سنة قبلية؟ لا، ما لهاش سنة. ولذلك كما قلنا أنه الإنسان المصلي المأموم يستحب له أن يبكر في الصلاة للصلاة، يجي بدري شوية. أما الإمام يستحب له أن يتأخر، فإذا دخل إلى المصلى على طول مباشرة يصلي على طول، ما لهاش سنة قبلية. بصلاة العيد ما لهاش سنة لا قبلية ولا بعدية. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ركعتين لهم صلاة العيد يعني. إذا حان وقت الصلاة تقدم الإمام ليصلي بهم من غير أذان ولا إقامة، وده إجماع أمة. قال جابر رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ولا ينادى للصلاة بقول الصلاة جامعة كما يفعل اليوم الكثير من الناس، هذا لا يجوز، مخالف للسنة. وذلك لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، والحديث عند في صحيح مسلم، قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حتى يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. يعني لا ينادى بأي نداء، لما يدخل الإمام ويمسك لك لسه كده واستقيم وارحمكم الله وانتهى الأمر، لا يقال الصلاة جامعة ولا غيرها. صلاة العيد ركعتين، وهذا بالإجماع أيضا. يكبر في التكبيرة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وفي التكبيرة الثانية بعد تكبيرة القيام 5 تكبيرات. أنت لما تتجه للقبلة في الصلاة أول شيء تبدأ به الله أكبر، دي اسمها تكبيرة إيه؟ الإحرام. ليه تكبيرة الإحرام؟ يعني لأنه يحرم بعدها الكلام وفعل أي شيء إلا الصلاة، عشان كده سميت تكبيرة الإحرام، اللي هي تكبيرة بدء الصلاة. بعد تكبيرة الإحرام دي والاستفتاح والحمد تكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى. مع كل تكبيرة يسن أو يستحب على الراجح، لأن الأمر في خلاف يعني، بس على الراجح يستحب مع كل تكبيرة رفع اليدين، ورفع اليدين بنفس الطريقة اللي بترفع فيها صلاتك يديك في الصلاة، هكذا حذو المنكبين أو حذو الأذنين. اللي يعمل لي كده، اللي يعمل كده وشغلان ده كله ليس من السنة، هكذا أو هكذا. الله أكبر، أمر طبيعي. مع كل تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وبعد تكبيرة القيام أنت ساجد وتقول الله أكبر وتقف، بعد التكبيرة دي في الثانية تكبر 5 تكبيرات. دي كيفية صلاة العيد. تقرأ أو يقرأ الإمام في الركعة الأولى الفاتحة وبعدها سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية. ويجوز غير ذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى أيضا مرة بقاف، وفي الركعة الثانية بالقمر، ومرة بالأعلى في الأولى والثانية بالغاشية. فإذا يعني والرفق بالمسلمين أفضل، يعني يكفي الغاشية والأعلى في الركعة الأولى والثانية، وهذا من باب يعني الرفق. إن استطاع الإمام وكان من خلفه ما شاء الله شداد يعني يصلي بقاف والقمر مرة كده من باب تطبيق السنة فلا بأس. ويجوز غير ذلك من القرآن. التكبيرات الزائدة دي اللي احنا بنقول عليه 7 تكبيرات أو 5، حكمها مستحبة، يعني من تركها ناسيا لا سجود لها للسهو. حتى قيل انه حتى العمد من تركها عمدا لا سجود له ولا إثم عليه، ولكن طبعا الأفضل من باب تطبيق السنن أن تذكر ويكبر المسلم. إذا سلم تكون بعد ذلك الخطبة، خطبة العيد بعد الصلاة، يبقى السنة أن يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك تكون الخطبة. والخطبة طبعا يبدأ فيها بالحمد كسائر الخطب،
لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة إن كانوا يبدأوا خطبهم في صلاة العيد بالتكبير المعهود الله أكبر الله أكبر وكبري 9 تكبيرات ولا 10 ولا مش عارف كام. لا، السنة أن تبدأ التكبير العيد أيضا بالحمد كأي خطبة أخرى، ويعظ الناس بما هو يعني أو بما يراه مناسب لهم في واقعه. ما فيش خطبة معينة في صلاة العيد، يعني فيش موضوع معين، إنما يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل بما يناسب واقعهم. ولا بأس من تذكيرهم بصلة الرحم، وعلى أن على المتخاصمين أن يصطلحوا في هذا اليوم بالذات، يوم العيد، لأنه يوم عيد ويوم فرح وسرور. المفروض ينبغي ما فيش إنسان يخاصم أخوه المسلم إطلاقا. خيرهما، أنت بتعرض والثاني يعرض، الأفضل في الاثنين مين؟ اللي يبدأ بالسلام. خيرهما من يبدأ بالسلام، خيرهما من يبدأ بالسلام. ليك أخ أكبر، ليك عم، ليك خال، ابدأه بالسلام على الأقل من باب الاحترام والتقدير للسن، وهذا أجرك كبير وعظيم عند الله عز وجل. كان حدث خصام بين الحسن والحسين أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. الأكبر في السن الحسن، فراح أرسل رسالة لأخيه الحسين وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا إذا التقى، يعني هم الخصمين، يعرض هذا ويعرض هذا، فخيرهما من يبدأ بالسلام. وقال لهم على قوله فبادر وتعالى وفوز بالخيرية دي، يعني تعالى خذ الأجر، تعالى وسلم عليه. فأنت أخوك الأكبر منك، ولو أنت فعلت أنت الأكبر برضه ما فيش مانع من ابتغاء الأجر والثواب. ينبغي أن تصطلح النفوس، يعني أن ينفض الخصام. إحنا مسلمين يا أخي، ده أنت مسلم للمسلم أخ، وهذه الأخوة قوية أقوى من أخوة النسب. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة، فأصلحوا بين أخويكم لعلكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. جعل الله عز وجل في هذه الآية الداعي لرحمة الله عز وجل الصلاح أو الإصلاح والتقوى، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فمن دواعي الرحمة في هذا اليوم إنك أنت تصطلح مع أخيك المسلم، فكيف بأخيك من أبيك وأمك، كيف بعمك، كيف بخالك وما أشبه ذلك. فبادر أخي المسلم بإصلاح أخيك، يغفر الله لي ولك وللمسلمين أجمعين. كما قلت يستحب الموعظة، حتى لو في نساء موجودين يستحب أن يخرج إليهم الإمام ويعظهم وينصحهم، لكن طبعا الآن مكبرات الصوت بتوصل الموعظة للجميع. يستحب للمأموم أن يشهد الخطبة، لا تجب عليه. من أراد أن يشهدها فبها ونعمة وله الأجر، ومن أراد أن ينصرف فلا إثم عليه ولا حرج. ده يعني بعض أحكام العيد. باقي صيغة التكبير، طبعا ورد صيغ كثيرة احنا بنسمعها في تكبيرات العيد. أفضل صيغة هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع للنبي حديث، لم يثبت شيء في صيغة التكبير، إنما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا وارد عن ابن عباس كذلك، وعن عثمان وعن غيرهم من الصحابة. دي أفضل صيغة للتكبير. واستحب بعض الفقهاء كالشافعي الزيادة اللي بيزيدوها الأخرى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على أزواج محمد، اللي أنتم بتسمعوه. ولكن الأفضل الالتزام بما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. دي بعض أحكام العيد باختصار أردت أن أبينها لكم. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم صالح الأعمال. بل تقبل الله منا ومنكم، عفوا، تقبل الله منا ومنكم الأعمال. كلمة صالح الأعمال لا ينبغي أن تذكر، لأنه طبيعي العمل اللي هيتقبله ربنا يكون صالح يعني. فالورد عن السلف تقبل الله منا ومنكم. واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.